ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ده فيديو تجريبي، يعني بجرب فيه. قلت اجرب يعني شكل اما اتكلم بالكمامة يبقى شكلي عامل ازاي. بس حاسه الموضوع مرعب، يعني حاسه ان انا شبه ابو عبيدة اوي بجد. يعني حاسه ان الموضوع سيريس قوي، يعني سيريس موت. طب لو قلتولي ليه بتكلم بالكمامة، يعني يعني حاسه ان انا مرتاحه كده، مش مرتاحه كده اللي هو مش مرتاحه كده اللي هو مرتاح شكلي في الكمامه، بس قصدي ايه، يعني على السوشيال ميديا حاسه ان انا عندي insecurities ان انا اطلع كده بوش عادي، معرفش. وبعدين ايه، انا نفسي البس النقاب، اللي هو لو لبسته في المستقبل ان شاء الله، يعني معرفش بقى هعمل ايه في الفيديوهات دي. قلت اجرب. هو الموضوع ان شاء الله مش بهذا السوء، يعني ميكونش بهذا السوء، بس لا بجد حاسه شكلي غريب جدا، يعني حاسه ان شكلي غريب قوي. بس المهم، كل سنه وانتم طيبين. هو طبعا العيد خلص، يعني العيد خلص، بس احنا ايه، احنا لها. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد العيد، يعني اللي عنده شغل هيروح الشغل، اللي عنده دراسة هيكمل دراسة، اللي عنده امتحانات هيبدأ يذاكر، وهكذا. ف بس ربنا معانا كلنا. و انا بعمل الفيديو ده، احنا المفروض رابع يوم العيد، احنا قلنا العيد خلص بس بس مش مشكلة، انا العيد موجود برضه. فالنهارده يعني احنا الصبح، بحدثكم فوق السطح. معرفش، انا بتوتر لما اما اصور قدام حد، يعني حاسه ان انا كده بصور ايه، في امان. يعني لو حد قدامي مثلا كده وانا بتكلم، لا ابقى متوتره. لا الحمد لله مفيش حد اللي هو اصور براحتي. فبس يا شباب، بصراحه كان يعني ايه، بما ان احنا خارجين من رمضان، يعني ربنا يتقبل مننا جميعا. فالواحد ايه لما يخرج من رمضان، يعني احنا في رمضان المفروض كنا بنعمل حاجات احنا متعودين عليها، او مش حاجات مش متعودين عليها، يعني بنعمل حاجات احنا مش متعودين عليها قوي، زي ان احنا مثلا نصلي التراويح، ونختم الحاجات دي كلها ايه، في رمضان يعني بنتعود عليها، بنتعود. فبعد لما نخرج من رمضان، في نوع من الناس، نوع بيحاول يستمر على الحاجات دي، ونوع تاني لا خلاص بقى الحاجات دي في رمضان بس، لو انا هصلي قيام وصلي تراويح خلاص كده ايه في رمضان بس. وفي ناس ايه بتكمل، يعني بتكمل. في طبعا ما شاء الله ناس بتكمل بنفس الريتم، اللي هو يصلوا 12 11 ركعة. وفي بقى اللي هو لا، يعني ركعتين مثلا شفة، واحدة وتر بس. يعني المهم ايه، يكون في ورد حتى لو بسيط. فاحنا بصراحة عايزين نكون من النوع التاني، اللي هو يكون ايه، يكون عندنا اي ورد حتى لو بسيط، يعني بجد نخرج بأي ورد حتى لو الورد ده بسيط. نقرأ قرآن، نصلي، نصلي قيام ليل، حتى لو اقل حاجة، يعني اقل حاجة ركعة وتر، ركعة واحدة بس بعد العشاء. يعني عندنا من العشاء لحد ايه قبل الفجر، كل ده ممكن نصلي فيها قيام ليل. في اي وقت ايه من الفترة دي نحن نقدر نصلي فيها قيام ليل، اقلها زي ما قلنا ركعة وتر واحدة. هو ايه وبس، يعني بس عايزه اقول ايه تاني يا سلمى، عايزه اقول ايه تاني. يعني الواحد ايه يكون في دماغه كده، او حتى لو هو مش في دماغه يكون في دماغه لو حتى هو مش في دماغه حاجه معينه مثلا يعملها بعد رمضان، لا يحط حاجه، يعني يحط حاجه في دماغه، يقول مثلا ايه ان شاء الله لا هستمر على الصلاه بعد خلاص رمضان خلص، لا هفضل برضو استمر على الصلاه، وهظبط المنبه بتاعي. يعني احنا كنا في رمضان معظمنا يعني بيكون سهران لحد الفجر، فبيصلي الفجر ايه في وقته. بس بعد كده
يعني اوبشن ان هو يكون سهران للفجر ده مش بتحصل، يعني مش كلنا بنسهر. فايه نظبط المنبه، يعني ايه الفجر بالذات نظبط المنبه، وبقية الصلوات برضو الظهر وهكذا. فبس لو حد خرج من رمضان ومش في دماغه حاجة ان هو يعملها، لا يعني يبدأ من دلوقتي، يقول ان شاء الله انا هنتظم على الصلاة، بحيث لما رمضان يجي جاي اكون انا كده ايه كل الفترة دي انا منتظم وبحاول وان شاء الله افضل مكمل كده ان انا بصلي يعني. فبس عايزين يعني نعمل كده مع بعضينا، نشجع بعض. وايه تاني بس يعني ما مش عايزة اثقل عليكم. المهم يا جماعة، يا رب بس يعني يا رب انزل الفيديو ده. اقول حاجة تانية؟ لا، ما عنديش حاجة تانية اقولها، يعني ممكن نقفل الفيديو على كده. سلام.